اهلا مرحبا فيكم مشاهدينا. معنا حمزه لاعب المنتخب اليمني. تقلبات كبيره شفناها في ارضيه الملعب، شفنا تقدم، شفنا اول هدف يجي على المنتخب السعودي في التاريخ من المنتخب اليمني. كنتوا قراب جدا منكم تكسبون اول 3 نقاط في هذه البطوله، لكن تقلبات ما كانت لصالحكم وخساره اخرى للمنتخب اليمني في هذه البطوله، فنقول لكم هارد لك. اول شيء الف مبروك للمنتخب السعودي وهارد للمنتخب اليمني والجمهور اليمني. نعتذر على ما حصل للجمهور اليمني، وان شاء الله نكون قد المسؤوليه في المباراه الثالثه. ومن ناحيه احنا تقدمنا صح هدفين، بس انه عامل الخبره اللاعبين الشباب اول مره يلعبون نص الفريق، عامل الخبره هي هذا اللي فرقت مع المنتخب السعودي. وان شاء الله نقدم في المباراه الجايه ان شاء الله. راضين عن منتخبكم اليمني؟ والله بالنسبه لنا راضيين، الحمد لله هذا اللي قدمناه مش حاجه بسيطه، وان شاء الله احنا نطمح للاقوى. احنا جينا هنا منافسه، الحمد لله قدمنا اللي علينا، وان شاء الله المباراه الجايه نقدم افضل. شيء زياده بعد، الجمهور اليمني بالرغم من الخساره كان يهتف لكم بعد نهايه المباراه انهم كلهم فخر فيكم. اكيد الجمهور اليمني جمهور مآزل لنا صراحه، ونشكرهم المره الثانيه، واعتذر منهم بالهواء، اعتذر منهم على التصرف اللي حصل معي. اولا ما في كبير في الملعب، الكل 11 لاعب ب 11 لاعب، بس من يجيك الحكم يطلع اللاعبين من جو المباراه في كل الحالات. عندنا ركنيات، عندنا ركلات، زوايا يحسبها ركنيات، نتكلم معاه احنا بطريقه، يتكلم معنا بطريقه مختلفه عن اللاعبين السعوديين. لا، هذا مش مقبول ومرفوض تماما. هو حكم خلاص يحكم بالعدل في المباراه. احنا من نتكلم معاه، انا كابتن فريق اتكلم معاه اقول له ليش تتكلم مع اللاعب تقول له انا معاكم مع لاعب الخصم وانت حكم؟ لا، ما يصير هذا الكلام. اعطيني حقي، طالما انا كابتن فريق اتكلم معاك تكلم معي. هذا حصل في المباراه، حصل في المباراه، انا كابتن فريق اتكلم معاك، من حقي اتكلم معاك. يقول للسعودي انا معاك، بيقول له اهدى، بيقول له اعطينا وقتنا. قلت له احنا محتاجين الوقت اكثر منهم، احنا جايين نفوز ما جايين نلعب. قلت له احنا جايين نفوز، اعطينا وقتنا احنا اكثر. قال له اهدى انا معاكم، اهدى. ما يصير هذا الكلام. ثاني شيء، من يجي يتكلم يخاطبك كابتن فريق، اتكلم معاه، خاطبه. اقول لك لاعبي في الارض، انا محتاج ترجع للفار، اللاعب في الارض ما ترجع للفار، ما تتكلم معي باسلوب اقل شيء، مش طوالي اقول لك ارجع للفار تعطيني كرت اصفر وانا كابتن فريق واعطيني الاحمر. لا، ما يصير كذا. شوف نفسك ما تستحق الاصفر. ما استحق اصفر، انا كابتن فريق واتكلم معاه، خلاص اتكلم معاه، لازم يخاطبني، لازم يسمع مني. العماني تعتبره دمركم نفسيا. الحمد لله وشكر الله. فيك بس مباراة تاريخية حبيبي، مشكور حبيبي.